أنا ليا رسالة لسيادة الرئيس، أنا ليا رسالة لسيادة الرئيس، أنا مواطن صالح، أنا مواطن صالح، ومن حقي أبعت رسالة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي. أنا دلوقتي يا عم الحاج موضوع الفكة اللي أنت طلعت بيه دوت على الناس، والناس قعدت تضحك، واخد بالك أنت إزاي؟ أنت دخلت على فيديوهاتي، طب مش تعمل عليا منشن يا عم سوسو، يا عم سوسو، انا ما عنديش مانع تخش على فيديوهاتي وتاخد بالك وتاخد موضوع الفكه دوت وتعمله خطاب، ما عنديش مانع، انا والله ما عندي، بس الله يخليك يا سوسو، الله وحياة امك يلا، وحياة امك تعمل على امي منشن، ماشي؟ ها اشغل لكم الشريط، والله العظيم ثلاثه السوسي بيحبني وكتبوا له خطاب من فيديوهاتي، عليا الحرام من ديني، انا منطلق في السوسو، وربنا يا جماعه عليا الحرام. احنا عايزين نشتغل بقى يا جماعه، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل، عايزين نشتغل، احنا عايزين نشتغل. ادي العيش اهو، اديني طبخت لكم العيش اهو، اهو طبخنا لكم العيش اهو يا ولاد الوسخ، عشان تقولوا احنا ما بنشتغلش، وربنا انا والسوسو بنشتغل في الاقتصاد، وبنشتغل في الاستراتيجيات والبتاع، عليا الحرام من دي. فين العيش يلا؟ ما تجيب لهم العيش، اللمبه باينه، بتاع مش باين، اما البتاع انا عندي نور واقف فايع فوق، لحظه شويه اضلم امها، اضلم امها يا جماعه، ها لحظه شويه، التكه فيها كده كده في السليم، انا كده في السليم، انا كده في السليم. انا ببعت رساله لاخويا السوسو، انت بقى السوسو بقى رحت بقى شفت العيش، شفت العيش يا سوسو، انت بقى رحت بقى اسكندريه ورحت غيط العنب ولا ما تعرفش ايه، وقعدت كلت مع ناس بتاع، الناس قعدت، الناس الناس قعدوا بقى، الناس سابوا الدنيا كلها يا سوسو، شفت سابوا الدنيا كلها وقعدوا يحسبوا الجبنه الرومي بكام، والجبنه البيضه بكام، وكام زيتونه، وفي كام بيضه وما كامش بيضه. شفت الاعلام ابن الوسخه، شفت الاعلام بتاع قطر وبتاع زنقه النسوان بتاع تركيا والمتنكين اللي في امريكا، ها ولاد الوسخه اللي عايشين بطوابع البتاع، ها. طب هناكل الناس منين؟ ما كله لازم القرش، انا قلت لكم ال 50 سنت ديت بتعمل 5 ترغفه، احنا هنا بنرميها في الشارع، ما احنا بني ادمين وانتوا بني ادمين، وانتوا برضو نفس العمليه، ال 50 قرش وال10 ساغ والنص فرنك، واحمر الشفاف اللي انت بتشتريه ده يا مره مش تدي ثمنه لمصر يا لبوه، يا لبوه، ها. وانت يا عيل ازازه البيره والجوان اللي انت بتشده ده، مش مصر اولى بيه؟ يلا هنبنيها ازاي يا ولاد الوسخه؟ ما تقولوا لي هنبنيها ازاي؟ حيرتوا الراجل وربنا. اسوسو انا عندي، انت لما رحت اسكندريه بقى لسه ليه اسوسو؟ انا ليا عندك طلب، الله يخليك. انا شايف دلوقتي ان ايه، ان عمليه اللواءات ديت بتاعت الجيش ماسكه كل حاجه وده في السليم، احنا عايزين ناس بتظبط وحزم وبتاع، ويقوموا الساعه 5 النوم الصبح ويتمشوا، دول ولاد الوسخه لا بيتمشوا ولا بيركبوا عجل ولا حاجه. عملت لك فيلم انت فيديو طلع او انت ما اشتغلوش، ما اشتغلش مع، بقول لك دي ناس وسخ عايزه كوارع وفته وتتحرش يا عم السوسو. المهم يا جماعه، فانا ببعت لاخويا، بص اخويا السوسو، انا فيها واحد صاحبي واخد بالك، احنا متربيين سوا اما كنا في كليه الشرطه، واخد بالك، انا خلعت واخد بالك من واخد بالك، هو كمل الراجل دوت حائز على ميداليات ذهبيه في التحكيم في رياضه التايكواندو، وعنده نادي بيدرب اجيال وطلع من تحت ايده اجيال في لعبه التايكواندو، واخد بالك انت ازاي. فالراجل دوت انا اول مره بطلب منك خدمه يعني، واخد بالك، يعني مش بعد العمر ده كله، واخد بالك، لسه ما حطش المقصين. قال سوسو حته حلوه من اخوك، اديله المقصين، ده صاحب اخويا وحبيبي، اسمه مش هتغلب، الدسوهات موجوده والله العظيم ثلاثه، وهو كان صاحبي على الفيسبوك، ولما لقاني بشتغلك وبغلط فيك خلع مني، قال لي كده عيب وما يصحش، شفت جدع ورجوله معاك، ودخلت انا على الفيسبوك لقيته مظبطك. وبعدين راجل رياضي، ومن تحت رجله من تحت ايده طلعت بيضان، طلع ناس رياضيين والله، وحكم وجاء امريكا وقعد معايا والله العظيم ثلاثه، وكنت هجوزه بنت رئيس الامن والله العظيم ثلاثه، بس هو رفض، قال لي انا بحب في مصر والله العظيم ثلاثه. قلت له طب ربنا يخليها لك، المصريه حلوه برضه ما يتعلاش عليها، وطلع واد جدع وناصح، بس انا طلعت او انت رحت اتجوزت البنت اللي هو اوباما اللي كان ناجحها والله العظيم ثلاثه، والناس واصحابي المصريين يجوا هنا يقدموا اصحابهم، يقول لهم بصوا اوباما المصري اللي مراته الاولى اوباما نجحها، طب هو خلع، والله العظيم ثلاثه، تفكيرهم ابن وسخه. سوسو انا عايزك تولع فيهم
والله العظيم ثلاثه، جيشنا الوحيد يا ولاد الوسخ، احلى جيش، احلى جيش في المنطقه. حد يقدر يتكلم؟ سوسو، انا عايز بقى رجال الشرطه تهتم بيهم بقى، مش كلهم بقى يطلعوا ناس بتضرب افيان، ده فيهم ناس محترمه، واخد بالك، فيهم والله فيهم فلاسفه بس مش زيك. واخد بالك يا سوسو؟ نسيتني العجين يالا، ايوه بحبك يالا، وربنا عايز اخبز لشعب امك دوت اللي مغلب كس امك ليل نهار. هتعمل ايه بس يا سوسو؟ نصوبه سودا وقعت على كس امك. انت مش كنت عارف انها بنت وسخه؟ واخد بالك، كلها محن وحكايات. واخد بالك انت ازاي؟ حط دول هنا بقى، نبدا بقى نشتغل يا جماعه. ها اهو العيش اهو، هات بقى العيش. واخد بالك يا سوسو؟ طب هنعمل ايه؟ طب عايزين نخبز للناس يا سوسو، نعمل لهم ايه بس؟ نخبز لهم ازاي بس؟ انت اتهزيت؟ ما تتهزش يالا. لا انا بقول للكاميرا. واخد بالك انت ازاي؟ هتعمل ايه؟ فين البتاع؟ اهي البتاع اهي. واخد بالك يا سوسو؟ ها اديها لفه في السليم وترجع تاني وتديها تاني. واخد بالك؟ نخبز لهم بقى سوسو وياكلوا ويشربوا ويخلفوا تاني، ونرجع من اول وجديد. الموضوع ده يا سوسو علاء الحرام من الدين يا سيسي، جربناه 15,000 مره. جبنا البنت بديعه مصبي، واخد بالك، وحفنيه العرجه، واخد بالك، وغنوا بقى، واخد بالك، حسنين ومحمدين وتحت الشجر يا وهيبه ويما القمر على الباب. النكاح اشتغل عليا. انتوا بتغلبوا ليه يا ولاد الوسخه؟ هو يا ولاد الوسخه ده ماسك بقاله سنتين، ده عمل حاجات بنت وسخه وربنا. بس هو المشكله ان الناس عايزه تاكل، الناس عايزه تشوف حمير بتتذبح وموائد الرحمن واكياس رز وبتاع. انتهى خلاص، ابو بلاش انتهى يا ولاد الوسخه، احنا بنبني. اديها واحده بنايه وهم شوف بنبني، لازم نبني يا جماعه. على الحرام من ديني. فانا اسوسه والنبي ممكن تديله المقصين، اديله المقصين، ده صاحبي حبيبي وبيحبك والله وزعل معايا عشانك. عليا الحرام من ديني، رغم انه قعد عندي 6 شهور وعرفته على عيله وقابل الولع اوباما وربنا وقعد معاه وشرب نشوان، بس هو ما كانش له في الجوانات. عليا الحرام من ديني، وخدته مالها ليهي وبوظته وفرجته على البتاع. عليا وربنا سوسو هاتكوا الصم من قفاه يقول لك وربنا يالا اديله المقصين بقى. ده راجل ولا سوسو ما تعملوا رئيس الرياضه والشباب. اهي الشرطه عندنا فيها ناس برضه كلهم رياضيين، الشرطه دي ما يخشهاش غير الرياضيين يا ولاد الوسخه، الناس الرياضيين الناجحين في الرياضه هم 50% بس الرياضي. انت رياضي يا ابن اللبوه؟ يا ابن اللبوه يا ولاد الوسخه، ولاد ناس والله، والله العظيم ثلاثه. اي نعم فيهم ولاد وسخه. انا اعرف واحد ابوه كان بيبيع سمك في محرم بيه، اول ما بقى حط البتاع الدبوره، والثانيه حطوا له بت، واخده بالك انت، من تحت البتاع عايزين يخلصوا منه، وعملت فيه بتاع، واخد بالك، ودلوقتي بيبيع سمك مع ابوه. والله العظيم ثلاثه. دخلت القسم عمل عليها بالرجوله، قال لها يا مره ومش يا مره، وكانوا بيسجلوا. انتوا فاكرين البوليس ده يا ولاد الوسخه مبوله يا ولاد المتناكه؟ انتوا تعرفوا حاجه؟ في حاجه اسمها انترنال افير. يعني انترنال افير يعني بوليس فوق البوليس، بيخش جوه البوليس عشان يعرف اخبار البوليس. انا بقى فوق كلهم، انا بقى طلعت بره خالص الموضوع ده خالص. عارف انت ازاي؟ بقيت اراقب من بعيد. احنا عندنا ناس في البوليس، قلت لكم من زمان والله. صاحبي ده الرياضي قال لي اسرار بنت وسخه، بيتاجروا في المخدرات، عندهم بيوت دعاره، اقسم قسما بالله، بس مش هقدر اقول اسمه بعدين يلوشوه. ده رياضي وبعرفه كتير، ده كفايه انه يعرفني انا بالالو بس. عليا الحرام من ديني اللي مس شعره منه، والله العظيم لا ولا مش هقول اسمه بعدين. هو اقول اسمه يا جماعه؟ والله العظيم ثلاثه تروحوا تفضحوه في سبورتنج 5 شارع سبورتنج، نادي رياضي بتاع كاتاريه وبتاع والبكسات ومش عارف ايه هناك. اسال على العميد ياسر جوده، والله ياسر جوده واخوه وابوهم ده راجل عسل، عم جوده وربنا كان متطوع في الجيش. بس هي دي المشكله يا سوسو، عشان ابوه كان متطوع من الجيش، ادي كل الحكايه. مساء الفل يا حبيبي، انا برضه انساك؟ ده احنا ياما كان نعيش وملح يلا. تحيا مصر.